أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد. السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. نشارك معكم المرقه باللحم والبطاطا واللفت في طنجره الضغط. بسم الله. خديت هنا طنجره الضغط وضعت فيها نصف كأس زيت الزيتون. ممكن تخلطوا ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. كنوضع اللحم سواء الغنمي او البقري على حساب افراد الاسره اللي عندكم. وضعت هنا اللحم وغادي نغطيه ونخليه يتقلى على نار عاليه باش ما يطلقناش الماء، وكنخليوه يتشحر حتى كياخذ واحد اللون ذهبي. عندي هنا العطريه نصف ملعقه صغيره كركم، نصف ملعقه صغيره كمون، البزار يكون طري، معلقه صغيره مملوءه جيدا سكنجبير، نصف ملعقه صغيره من نيورا او التحميره. شحرت اللحم جيدا وكنوضع العطريه وكنوضع حتى الملحه، معلقه صغيره. هنايا ما تشحروش العطريه كتير، فقط كتحركوا وكتمرقوا بالماء مغلى. انا على حسب هذا القياس غادي نوضع لتر ونصف نتاع الماء مغلى. بزاف كيشحروا العطريه كتير، العطريه ما خصهاش تشحر كتير، فقط كتحركوا باش ما تحرقناش وكتبقى في البنه بنينه. غادي نغطي على طنجره الضغط وغادي نخلي اللحم يطيب فقط 10 دقائق حتى 20 دقيقه على حسب اللحم واش صغير او كبير. هيا دازت 20 دقيقه او 10 دقائق على اللحم. كتشوفوا فتحت على طنجره الضغط وضفت هنا البطاطا واللفت. كتضيفوا الخضار اللي كتحبوا واللي عندكم في الدار. وكنضيف البازلاء. بالنسبه للبازلاء او الجلبانه انا هذه كانت عندي في المجمد، كناخذها وكنخليها تطلق، كنغسلها وكنقيها. كيكتبوا لنا في العلبه بانها مغسوله ومنقيه، لكن بالاحسن عاودوا لها غسلوها وتضيفوها كتجي بحال اللي طريه. وكنضيف شويه نتاع المعدنوس والقزبر، بالاحسن يكونوا طريين. غادي هنايا نغطي فقط، ما نقفلش على طنجره الضغط، كنقفلها غير عادي بلا ما نقفلو ونخليها تطيب على المهل نار متوسطه على حساب الخضره 20 دقيقه حتى لنصف ساعه فقط. وكنقدموها كما كتلاحظوا ما شاء الله كتجي المريقه عاقده وبنينه الغدا. يا سلام. زينت هنايا بالزيتون وانتم على حساب الاختيار. بزاف ديال الاخوات قالوا لي شاركي معنا شنو كتقدمي للغدا العشاء، وان شاء الله ربي يقدرنا على التصوير. نشكركم على المشاهده وما تنساوناش اللايك والبارطاج. شكرا، في امان الله. أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد. أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد.